مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر الأب. تاريخ العرض 10 فبراير 1947. مدة عرضه 95 دقيقة. عمر الفيلم 77 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. إخراج وتأليف عمر جماعي. قصة وسيناريو وحوار أمين يوسف غراب. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة محمود المليجي، دولة أبيض، هدى شمس الدين، زكي رستم، علوية جميل، فؤاد جعفر، توفيق إسماعيل، عثمان أباظة، عبد القادر المسيري، هند رستم، وشريفة فاضل. أما عن قصة الفيلم بتحكي إن كان في سيدة أبوها غني جدا، من البشوات والبهوات بتوع زمان. المهم، الست دي حبت موظف بسيط جدا على قد حاله، وأبوها رفض الجوازة، فقررت إن هي تضحي بكل فلوس أبوها وتعيش معاه في الحارة، في بيت بسيط. وأول ما راحت هناك كانت مبسوطة في بداية الحال. اتغير حالها 180 درجة أول ما خلفت أول عيل. حست بتأنيب الضمير، وإن هي ضيعت فلوس أبوها من إيديها، وإن أبوها حرمها من الورث، فقررت تنتقم من جوزها. كل شوية تقطمه بالكلام: وانت السبب، وانا لولا ما شفت وشك ما كانش كل ده حصل لي، وانا 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 وانا. الراجل ما استحملش وكرامته نقحت عليه، فقرر انه يخلص منها وطلقها. هي اول ما رجعت لابوها، ابوها فتح لها ايديه وقال لها: مش انا قلتلك ان الجوازة دي مش هتعمر؟ وبالفعل رفع على الراجل قضية وخد منه ابنه حضانة، وال... والولد اتربى مع أمه لأنه في حضانة الأم. المهم، الراجل ده بدأت الست تقفل عليه من كل ناحية، فقرر إنه يتجوز ويعمل أسرة. فاتجوز ست بسيطة على قد حالها، وخلف 3 عيال، ولدين وبنت. طبعا الست المفترية دي مش هتسيبه في حاله، حاولت إن هي تطرده من الشغل، وحاولت إن هي تكلم صاحب البيت علشان يطرده من الشقة، وكل ما يجي يعمل حاجة في حياته تخربها له: ما انا هنتقم منك هنتقم منك. واول ما ابنها كبر كرهته في ابوه، وقعدت تقوله عليه كلام ما حصلش، واني ابوك خاين وسابني لما اكتشفت خيانته، واني ابوك رماك وانا اللي لميتك، واني ابوك اساسا ما كانش عايزك، وكان عايزك كان عايزني اسقطك. ولما قلت له لا انا هسيبه، قرر ان انا اسيبك بس يعيشك في المزبلة اللي هو عايش فيها. المهم، عملت شخصية بتكره ابوها 180 درجة. الولد ده حصل له مشاكل كتير في حياته، وامه ما وقفتش جنبه، واللي وقف جنبه ابوه، علشان يعرف ان السند الحقيقي الاب. يا بخت كل واحد ابوه لسه عايش. ربنا يرحم الناس كلها. شكرا جدا.